في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ناس كتير بتدور على العربية العملية اللي اعطالها قليلة ومصاريف تشغيلها وصيانتها بسيطة، حاجة كده على قد الايد. فعشان كده الفيديو ده عنوانه الاقتصادية في كل حاجة بقى، اقتصادية في البنزين، في قطع الغيار، في اسعار الصيانات. احنا عايزين العربية الاقتصادية العملية اللي هتمشيني توديني وتجيبني من غير مشاكل. ده مش وقت مشاكل. فتعالوا نشوف العربيات الاقتصادية في فئات سعرية مختلفة من أول ال50 لحد ال150، ونشوف رشحت إيه في الفئات السعرية دي. يلا بينا. أول عربية بفلوس قليلة وهي أبو الاقتصادية، السوزوكي ماروتي، هي الاقتصادية بعينها. العربية دي نزلت بموديلات من 83 لحد 2014. طبعا مش هنروح لموديلات قديمة قوي عشان برضو العربية يعني يبقى فيها الرمق شوية، لا خلينا نبدأ من 2007 2008. العربية دي الموتور بتاعها 800 سي سي، حاجة كده يعني اقتصادية في البنزين قوي، بتشم البنزين زي ما بيقولوا. ممكن كمان تحط لها بنزين 80، عايز تدلعها شوية 92 يلا، هتوفر معاك في البنزين وهو ده اللي احنا عايزينه. العربية دي من مميزاتها ان هي ابعادها صغيرة كلها، فاول ما هتركب فيها هتحس ان الدنيا وسعت قوي من حواليك وماشي في وسط العربيات كده زي التوك توك. وتاني ميزة ان العربية دي قطع غيارها نزلت كلها استيراد. انت متخيل عربية قعدت تنزل 31 سنة فحاجتها موجودة ما تقلقش. وتعتبر الماروتي هو اعلى موديل ممكن تجيبه في عربية بمبلغ صغير. طب ايه عيب العربية دي؟ اول حاجة ان هي ما فيهاش تكييف، هو مروحة وشكرا على كده. تاني حاجة ان العربية يعني كتكوته كده صغيره، العربيه محتاجه ان هي تقضي بيها مشاوير، مش ما تسالنيش بقى على الثبات ولا على العزل ولا على مش عارف، ما فيش الكلام ده. العربيه بتاعت مشاوير جوه المدينه، ولو احتجتها يا سيدي في كام مشوار في طريق سفر مش هتقول لك لا، بس اطمن على الحراره كده كل شويه، خصوصا لو انت في الصيف. ويعيب العربيه دي حته المساحات الداخليه ان هي ضيقه قوي، فانت يعني لو حد طويل زي حالاتي وقاعد فتحس ان انت متكتف، يعني دماغك لازقه في السقف، حاسس ان انت مش واخد راحتك قوي مع العربيه، فمساحتها الداخليه مش قد كده، مش احسن حاجه. وعادة بيع العربيه دي كويسه جدا، فشكرا يا ماروتي انك اديتينا في الاخر حته الاقتصاديه، باكج الاقتصاديه اللي احنا بندور عليه في الفيديو ده. طيب العربيه دي هجيبها بكام؟ سعرها ايه؟ علشان تجيب عربيه حالتها كويسه تقدر من اول 50 ل 60 الف اقصى حاجه تجيب موديلات اللي هي 10 11 12 في الرينج ده. لكن الحقيقه في موديلات اللي هي 14 لقيت ناس عرضها باسعار غريبه قوي، 80 و85، فهي كويسه لحد رقم معين. فانت هتروح لحد ال 80، لا انا عندي بديل كويس قوي احسن من الماروتي ممكن اجيبه بال 80 وال 85، فبلاش. يعني هي العربيه مناسبه لحد ال 60، اكتر من ال 60 مش بتوعها الصراحه، مش الماروتي. طيب لو هنعلى بالفلوس شويه ونشوف حاجه من 70 ل 100 الف، وهنا في 5 عربيات، مش علشان اشتتك، لا انا عايز يبقى عندك اريحيه انك تختار العربيه الحاله الاحسن من الاخر. ال5 عربيات بيلعبوا في الفئه السعريه دي، وطبعا بيختلف سعرهم بقى على حسب مانيوال، اوتوماتيك، موديل كام، الكلام ده. فتعالوا نمسك كل عربيه ونشوفها بالتفصيل بسرعه كده. واول عربيه في الفئه اللي هي من 70 ل 100 دي هي الاكسنت، والهيونداي اكسنت من اكتر العربيات اللي حققت مبيعات لشركه هيونداي على مستوى العالم. العربيه دي نزلت من سنه 98 لحد 2000 تجميع كوري، وبعد كده بدات تتقفل هنا في مصر لحد سنه 2006. العربيه دي قطع غيارها موجوده صيني وكوري واستيراد، وسهله في صيانتها ما فيهاش تعقيدات. يعيب العربيه دي ان هي واطيه فدايما بتحك في المطبات، وكمان حته الخامات الداخليه ان هي مصنوعه من ارضى حاجه ممكنه، خصوصا الطابلون ان هو دايما يشقق من الشمس، ودي حاجه يعني مزعله الملاك منها قوي موضوع الطابلو ده. العربيه في الاخر بتحقق الاقتصاديه اللي عايزينها منها. استهلاك البنزين كمان كويس جدا، ان هي بتنزل ب 1300 و1500، والمكانتين كويسين في استهلاكهم للبنزين، فماشي قطع غيار، استهلاك بنزين، صيانات سهله. اللي بعده اللانوس. العربيه دي لو بصيت حواليك كده هتشوفها في كل حته، ممكن وانت قاعد في الشقه عادي تلاقيها معديه من جنبك. العربيه دي نزلت بموديلاتها من سنه 97 لحد 2001، ودي تقفيل كوري بيسموها لانوس 1. الحقيقه لو جينا لحته قطع الغيار، فالعربيه دي ارخص قطع غيار موجوده في الفيديو ده كله وفي اي عربيه اقتصاديه. يعني العربيه دي قطع غيار رخيصه قوي، فدي حاجه تحسب لها الصراحه. المكنه بتاعتها 1500 سي سي، والعربيه استهلاكها للبنزين كويس جدا. العربيه التقفيل الكوري بتاعها اللي هي اللانوس 1 احسن من التقفيل المحلي، وكمان في منه الاوتوماتيك. فانت هتعرف تجيب اللانوس 1 في الفئه اللي احنا بنتكلم فيها من 70 ل 100
وهتزق معاك المشاوير. طيب نيجي العربيتين بعد كده، ودايما بقول عليهم الاختين، وهما الكيا شوما والكيا سيفيا، وهم عربيتين يعني هنبدا نشوف فيهم الارباجات والاي بي اس في الفئه دي. والحقيقه الكيا شوما شكلها احلى كتير من السيفيا، وشكلها لسه شبابي كده وعصري شويه، فهي لو انت بتدور على الشكل شويه، انا حابب شكل الشوما الصراحه في اكتر من اللانوس واكتر من السيفيا واكتر من الاكسنت وعربيات كتير في الفئه دي. قطع غيار العربيتين موجوده، والشوما الحقيقه موجوده اكتر، وفي الاخر هما الاثنين بيركبوا على بعض، فالناس بتاخد قطع غيار الشوما تركبها على السيفيا، لان في الاخر هما نفس المكنه والعفشه والضفيره، الاختلاف تقريبا في الشكل الخارجي بس. الشوما فيها اوبشن كويس قوي، وفيها كمان فتحه سقف، لو انت يعني بيفرق معاك قوي حته فتحه سقف دي. انا ليا واحد صاحبي كده قوي، يعني هو بيشتري العربيه اللي فيها فتحه سقف، زمانه بيتفرج على الفيديو دلوقتي. الشوما اللي اتكلمنا عنها هي الشوما 1، هنجيبها موديلات 99 و2000، والكيا سيفيا اللي اتكلمنا عنها هي الكيا سيفيا 2، خامس عربيه فيهم وهي الكريستالا. العربيه دي بتنزل بموتور 1500 و1300 ياباني اعتماديه. العربيه دي احسن عربيه تعرف تعدل فيها، يعني تعرف تجيب لها حاجات وتعدلها، فلو انت هاوي التعديل دي هتناسبك قوي في الفئه السعريه دي. العربيه دي بتنزل مانيوال واوتوماتيك، لكن علشان تجيبها من ال 70 لل 100 فده هيبقى للمانيوال الصراحه، مش للاوتوماتيك قوي. الاوتوماتيك منها معدي ال 100,000 دلوقتي. العربيه بتنزل موديلات من 96 ل 2000، وقطع غيرها موجوده ومعمره. وكده يبقى احنا قفلنا الفئه بتاعه ال 70 من اول 70 لحد 100,000 بالخمس عربيات دول. ونيجي نشوف لو هنعلى تاني عن ال 100,000 ممكن نجيب ايه. في عربيه في الفئه اللي هي بتاعه ال 120، وهنا انت هتجيبها مانيوال، لو عايز تجيبها اوتوماتيك هتبقى ب 140. والعربيه دي الحقيقه برشحها بقوه، وهي كيا شوما 2 اللي هي كيا سبيكترا وينج. العربيه دي يعني فوق الاعتماديه بشويه، نازله بموتور 1600 سي سي بيخرج 101 حصان، غير الموتور بتاع الشوما اللي هو 1500. لكن الحقيقه اعطال مفيش تقريبا، قطع غيار موجوده. العربيه دي يعني هتريحك قوي لو جبتها من الاخر كده. هتنزل هتجيبها بمواصفات غالبا اوروبي، لان هي بتبقى نازله من عربيات ذوي الهمم، فالعربيه دي بتبقى نازله غالبا من بره، فيها اي بي اس، ارباجات، فتحه سقف، تحكم طاره، شويه اوبشن كده كويسين في الفئه السعريه دي. هتاخد منها ثبات وعزل واقتصاديه في نفس الوقت، بس خد بالك من برومه وانت بتشتري. العربيه دي هتلاقيها هنا موديلات 2001 2 3. والحقيقه الفئه السعريه دي فيها معشوقه الجماهير وهي الفيرنا، لكن لما رحت ابص على اسعار العربيه لقيتها راحت بعيد قوي الحقيقه، فما حبيتش ادخلها معانا. لقيت الاسعار اكتر من اللي هي تستاهله بكتير. اختها الافيو برضو راحت لاسعار بعيده قوي. فالحقيقه لو لقيت عربيه من الافيو او الفيرنا هم اقتصاديين من الدرجه الاولى، برضو المفروض الفيديو ده بتاعهم، ولكنهم ما بقوش اقتصاديين في السعر خالص. الاسعار عليت انا معاكم، لكن في عربيات راحت بعيد لا بلاش. فلو لقيتهم بسعر كويس يا حبذا، ما لقيتهمش بسعر كويس بلاش، شوف غيرهم. وعندنا برضو في الفئه دي عربيات اشتغلت وهرست الاسفلت، عربيات عرفناها وعرفتنا، عربيات قطع غيارها اتوجدت رغم ان هي صيني، بقينا نشوفها حوالينا في الشوارع، تاكسي واوبر وكريم والحاجات دي كلها. وهي البي واي دي اف 3 والجيلي ام جراند. العربيتين دول اختيار كويس قوي لو انت عايز عربيه تجيبها تشغلها تشقيها في الفئه السعريه دي، تجيب من وراها فلوس في الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي. هتقدر تجيبهم بالفئه السعريه اللي هي لحد 150 موديلات من 2010 لحد 2014. بس كده. عايزك تقول لي لو في عربيات تانية رأيك ندخلها معانا بسرعة في الفئة اللي هي الاقتصادية دي، بس سعرها ما يبقاش يعني ضرب جامد قوي. اكتبها لي في كومنتات وخلينا نتناقش ونفيد بيها اكتر. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله. هننزل فيديوهات كتيرة عن المزادات اليومين الجايين ان شاء الله، وتجارب حية من قلب المزاد، يعني من قلب المعركة زي ما بيقولوا. ولو عايز تشتري العربيات اللي قلناها في الفيديو هتلاقيه معروض منها على موقع، هتلاقي هسيب لك اللينك في الوصف بتاع الفيديو، ادخل واتفرج على العربيات اللي معروضة وشوف السعر بتاع السوق، لانه تقريبا بيتغير كل شوية، مستعمل وجديد يعني. بس كان معكم احمد فراج اوتو، شكرا انك لسه موجود في الفيديو لحد دلوقتي. سلام.